السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة هواة أمينة. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو. اليوم غادي نقترح عليكم واحدة من ألذ وأسهل الكيكات شكلا ومذاقا. تبعوا معايا الفيديو حتى الآخر، فرجة ممتعة. بالنسبة للمكونات ديال الكيك كنحتاجوا 3 ديال الحبات ديال البيض درجة حرارة الغرفة، وغادي نضيفوا كذلك كاس الا ربع ديال السكر حبيبات، وغادي نسمو الكيك ديالنا بقشور الليمون أو البرتقال. صافي غادي نخلطوا الكل جيدا بالخلاط الكهربائي. غادي نضربوا المكونات ديالنا مزيان حتى يندمجوا لينا. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما ضربنا البيض ديالنا مزيان وحصلنا على هذا المزيج هذا يكون اللون ديالو ابيض فاتح باش كيصدق معنا الكيك، غادي نضيفوا كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. ما كنفرغوهاش في خطره واحده، كنفرغوه شويه بشويه. وكما العاده القياسات كاملين بالكاس ديال العنبه. صافي وكنستمروا في الخلط حتى كنحصلوا على القوام كريمي. وهنا كما كتشوفوا كنضرب الخليط ديال الزيت مع البيض مزيان باش كيندمجوا لينا. ودابا غادي نفرغ كاس ديال الحليب، كاس الا ربع ديال الحليب يكون دافي، ضروري يكون بدرجه حراره الغرفه ولا تدفيوه. وغادي نضيف 2 كيسان وربع ديال الدقيق نوعيه ممتازه. وانا كنطرب انا ضفت الكاس الثاني. وكاخر دفعه غادي نضيف ربع كاس ديال الدقيق. صافي وغادي نستمر في الخلط. وكيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا من بعد ما ضربناه، كيكون ثقيل واحد شويه ما كيكونش خفيف. صافي هنا غادي نضيف 2 ساشيات ديال الخميره بالنسبه للوزن 16 غرام. غادي نضيفها للخليط وانا كنخلط. صافي وفي الاخير غادي نضيفوا 2 معالق كبار ديال الخل باش كيجي الكيك ديالنا هشيش وخفيف. صافي وهنا غادي نخلطوا الخليط ديالنا مزيان كاخر مرحله. وغادي نوجدوا المول ديالنا اللي ديجا دهناه بالزبده ورشيناه بالدقيق. صافي البنات وهنا غادي نفرغ الخليط ديالي في هذا المول العجيب وغادي ندخلو الفران يكون بارد، وغادي نحسب ليه تقريبا 40 دقيقه. صافي ومن بعد غنتلاقاو باش نصيبوا الكريمه. وهنا بالنسبه للكريمه غادي نوضعوا كاس ديال الحليب يكون بارد، واحد المعلقه تكون عامره بومبي ديال النشا اللي هي مايزينا، وغادي نضيف كذلك معلقه عامره ديال سكر حبيبات اللي هي سكر سنيده. صافي ومباشره غادي نوضعهم على النار مع التحريك المستمر حتى تعقد لينا الكريمه. هانتوما البنات كما كتشوفوا الكيك ديالنا من بعد ما خرجتو من الفران كيجي محمر وكيجي هشيش. كنتمنى ان شاء الله تجربوه. صافي هنا غادي نديمولي الكيك ديالي كما كتشوفوا على الطريقه هذه. هانتوما البنات كما كتشوفوا الكيك ديالنا كيجي زوين ومحمر. كنتمنى ان شاء الله تجربوه، كيجي محمر وزوين. وهنا البنات كما كتشوفوا من بعد ما عقدت الكريمه وتماسكات غادي نفرغها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. وغادي نضيف للخليط الحبات ديال الفراوله، تقريبا 6 ديال الحبات ديال الفراوله. صافي وغادي نخلطهم مزيان حتى يندمجوا لينا حتى كنحصلوا على واحد الكريمه متماسكه. صافي هنا كما كتشوفوا من بعد ما خلطنا الكريمه ديالنا مزيان وطربات مع الفراوله. ودابا غادي نفرغوا الكريمه ديالنا اللي حصلنا عليها فوق الطبقه ديال الكيك. صافي وغادي نخليوها جانبا حتى تبرد. وبالنسبه للتزيين البنات غادي يكون اختياري، انا غادي نزين بالفراوله ومن بعد غادي نشوفوا الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا.
وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي شاركت معكم اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات، والى فيديو قادم ان شاء الله.